النهارده. والتعليق على نقطة ان الاهلي بيكسب النهارده والزمالك بيخسر النهارده ده كان متوقع بشكل كبير من كل المحللين، بداية من نجمنا الكبير كابتن رضا عبد العال، نجمنا الكبير كابتن محمود ابو الدهب، ان الزمالك عنده مشاكل خلاص، والمشاكل في الوقت الحالي ممكن تسبب ازمات جديدة للفريق، وده حصل النهارده من خلال اللقاء بالهزيمة امام نادي المحلة. والنادي الاهلي صراحة ما صدق ان ده يحصل، راح كسبان وركب القطر وخلاص بقى في مقدمة جدول الدوري ومحدش هيحصله ما دام ان المنافس التقليدي بتاعه وهو نادي الزمالك بيخسر وبيفرط في نقاط. ده اللي بيعمله نادي الاهلي، وبالتالي كمان يعني النادي الاهلي قبل الماتش الاخير بالنسبه له وقبل السفر لكأس العالم للأندية بيريح نفسه وبيكسب وبيبقى في مقدمة الدوري وبيقول انا يعني خلاص الامور بالنسبه لي ما دام ركبت الناقه انا شرخت. هي دي الكلمات اللي ممكن نقولها على النادي الاهلي اللي لما بيصدق يبقى عنده فرصه انه يتقدم بيتقدم، عنده اللعيبه اللي تقدر تكسب ولعيبه عندها روح، وبالتالي ده بيستغله بشكل كبير فريق النادي الاهلي. على العكس وعلى النقيض تماما نادي الزمالك ولاعيبته حقيقه مفروض درس اللي كان موجود في ماتش الاهلي والزمالك اللي فات يكون درس لعيبه نادي الزمالك النهارده. يعني هي مفيش تغيير كبير جدا في اداء لاعبي نادي الزمالك ولا في فنيات المدير الفني فيريرا اللي تم الاستغناء عنه مباشره بعد اللقاء، وطبعا تعيين الكابتن اسامه نبيه مديرا فنيا لفريق نادي الزمالك. النقطه الاهم ومن وجهه نظري انا الشخصيه الموضوع كمان اكبر من المدير الفني، الموضوع لاعبين هيختلف معاك كابتن رضا لما نروح نتكلم، لكن اما نيجي نبص على الروح والاصرار الفوز اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي مختلف تماما على النقيض تماما لعيبه نادي الزمالك مختلف تماما. فكره الروح هنا والروح هنا على اساس ان انت ممكن وانت بتفكر كده ليه لعيبه نادي الزمالك بتبقى بالشكل ده ما تفهمش، علامات استفهام. هل المشكله في الاداره؟ هل المشكله في المدير الفني؟ هل المشكله في اللاعبين؟ الثلاثه موجودين في البوكس ده، ما هتقدرش تقول واحد منهم هو السبب، هم الثلاثه في مركب واحده وهم الثلاثه اللي شايلين الليله في الوقت الحالي. اعتقد ان الامور يعني ممكن تتعدل مع كابتن اسامه ممكن، ولكن خلاص اما نيجي نتكلم 13 ولا 11 نقطه فرق ما بين الاهلي والزمالك، يبقى احنا بنتكلم ان الاهلي لما بيروح للمنطقه دي ما بيقدرش يتنازل او ما بيعرفش يتنازل عن الفرصه الكبيره اللي اداها له نادي الزمالك كمان بعدد المباريات السيئه والنتائج السيئه في الفتره اللي فاتت. خليني اقول لكم بس الفرق في الصفقات الجديده للنادي الاهلي واللي عملت فرق. خالد عبد الفتاح صراحه حاجه محترمه جدا، يعني اي لعيب موجود بيجي جديد في النادي الاهلي اضاف. انا ما بتكلمش على يعني بدايه الموسم والصفقات الخاصه بالصيف، لا انا بتكلم على الصفقات الخاصه بالصفقات الشتويه. واضح جدا ان في فرق حصل من خلال تواجد هذه الصفقات، ولسه طبعا الامور مستمره في صفقات النادي الاهلي وان كان بيقترب من وجود راس حربه في الفتره القادمه، فالراس حربه قوي هنشوف الايام القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن بيزداد النقاط، عدد النقاط فرق ما بين الاهلي والزمالك. هنشوف بقى الايام القادمه لنادي الزمالك في ظل قياده كابتن اسامه نبيه والجهاز الفني المعاون بالنسبه له، سواء بقى كابتن طبعا كابتن اسماعيل يوسف مدير كوره في الفريق، ثم الكابتن حسين ياسر محمدي وكابتن محمد صبري كمدربين مساعدين. كان في كلام ان كابتن محمود فايز كان محلل اداء لكن اعتذر عن تواجده في الجهاز الفني، واضح ان كان هو عنده طبعا او في كان كلام حصل في الفتره اللي فاتت ان هو يبقى مدرب عام، لكن واضح ان الاعتذار جاي عن ان هو مش عاجبه فكره انه يكون محلل اداء، كان عايز يبقى موجود مدرب عام لفريق نادي الزمالك وده ما حصلش، وبالتالي ده الجهاز الفني لنادي الزمالك بالاضافه طبعا للكابتن ايمن طاهر مدرب لحراس المرمى. خلينا نرحب بنجومنا بقى والكلام الفني عن مباراتي النهارده. عندنا مباريات كتير بقى، مش مباراه الاهلي والزمالك فقط، لا عندنا بيراميدز، عندنا فيوتشر والمصري، عندنا 4